لو هتنصحيني بخطوات أبدأ بيها أطور مهارة الذكاء العاطفي هتكون إيه؟ الحقيقة السؤال ده بيتكرر عليا كتير قوي، وإن الناس بتبقى عايزة خطوات بسيطة وسريعة يطوروا بيها من ذكائهم العاطفي. الحقيقة أنا النهاردة مش هقولك نصيحة واحدة، هقولك كام حاجة تحاولي تدربي عليهم وتطبقيهم واحدة واحدة. بس خلينا متفقين زي ما اتكلمنا في فيديوهات سابقة قبل كده، إن أول خطوة في تطوير لذكائك العاطفي هو إن أنت تطوري وعيك الذاتي. طبعا في بعد كده 15 مهارة أنا بدربك عليهم تدريب عملي وتطبيقي من خلال كورس الذكاء العاطفي، ولكن دلوقتي خليني أقولك خطوات بسيطة تبتدي بيهم. أول حاجة اختيار كلماتك بعناية مع الآخرين. في كلمة ممكن تتقال تدخل في قلبك البهجة والسعادة، وكلمة تانية تتقال تقفلك طول اليوم وتقفلك من الشخصية اللي قالت لك الكلمة دي. اللي عنده ذكاء عاطفي بيختار كلماته بمنتهى العفوية، وفي نفس الوقت كلمات مريحة، لأن جواهم بيكون صادق وجميل، وبالتالي ده بينعكس على كلماتهم ومعاملتهم مع اللي قدامهم. مش بيكونوا ناس شكايين وعلى طول بيصدروا الوحش والابتلاءات، ولكن تلاقيهم مثلا بيتكلموا عن مشكلتهم بمنتهى الرضا واليقين بالله إنها فترة مشاكل وإن شاء الله هتخلص على خير. اللي بيها بيقدروا يشوفوا المعنى الإيجابي في كل شيء، وده اللي بيخليهم ناس مريحة مطمئنة تحب تقرب منهم. تاني نصيحة أقولها لك، إن الشخص الذكي عاطفيا مش بيشخصن الأمور، بيكون واثق في نفسه، ومش كل كلمة أو كل حاجة تحصل يبقى فاهم إن الحاجة دي عليه هو، وإن دول بيتكلموا عليا ولا دول يقصدوني أنا. بالعكس، ثقته بنفسه بتكون معرفاه هو بيعمل إيه بالظبط. ولو فرضا وشكيتي في تصرف ما، بتروحي وتواجهي الشخص ده بمنتهى الشجاعة والثقة وتسأليها: انتوا تقصدوني أنا؟ طب هل أنا زعلتك في حاجة؟ تالت نصيحة عشان تكتسبي الذكاء العاطفي: ما تتكسفيش من أخطائك، وخلي عندك الشجاعة ان انت تعترفي بيها وتتعلمي منها، وما تجلديش ذاتك على أي حاجة حصلت وانتهت. المهم اللي جاي هتعملي فيه ايه. وأهم وأغلى نصيحة أنا بنصحك بيها، إن الذكاء العاطفي أسلوب حياة لازم تفعليه في كل معاملاتك، في كل حياتك، بالممارسة والتطبيق. بتمنى ليكي حياة مليانة ذكاء عاطفي، لأنك تستاهلي تعيشي أحسن نسخة منك.